رمضان الشهر اللي بنستناه كل سنة، وواحدة من أشهر الحلويات اللي ما ينفعش رمضان من غيرها هي الكنافة. لكن فكرت قبل كده جت منين الكنافة دي؟ في الفيديو ده هنعرف سوا عن تاريخ وأصل كنافة رمضان. في كتير من الروايات بتقول ان الكنافة اتعرفت في عصر الدولة الأموية واتعملت مخصوص للخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، فكانت بتتقدم له في السحور لأن معاوية كان بيحب الأكل وبيشتكي من الجوع للدكتور بتاعه في نهار رمضان، فالدكتور وصف ليه الكنافة وبقى ياكلها في السحور عشان تمنع عنه الجوع في نهار رمضان، وبقى اسم الكنافة مرتبط بيه وبقت معروفة بكنافة معاوية. وده معناه ان اول ظهور للكنافة كانت في بلاد الشام واتنقلت لباقي البلاد، عشان كده اهل الشام هم اكتر ناس مبدعين فيها. وفي بعض المؤرخين الاسلاميين قالوا ان تاريخ الكنافة بيرجع للعصر الفاطمي، وان المصريين هم اول ناس عرفوها قبل اهل بلاد الشام، وده لما تصادف دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة، وكان وقتها شهر رمضان، فخرج الأهالي لاستقباله بعد الفطور عشان يقدموا ليه الهدية، ومن بين اللي قدموه الكنافة على إنها مظهر من مظاهر التكريم، وبعد كده اتنقلت لبلاد الشام عن طريق التجار. الكنافة تاريخها طويل وكله حكايات، وأصلها بيرجع لقرون من الزمن، وأيا كان تاريخها وظهرت فين وإمتى، لكن في الآخر هي جزء من تقاليدنا وعاداتنا، ورمضان ما يبقاش رمضان من غير كنافة رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين.